عندك مشكل تاع تكيس المبايض ولا تاخر الانجاب، صدقيني غير الفيديو هذا يقدر يفيدك افاده كبيره بزاف. لانه كما راكي تشوفي في التصويره، المراه هذه كان عندها مشكل في الانجاب اكثر من 5 سنين وهي مزوجه، حملت خطره وطاح لها البيبي الى اخره الى اخره، لانها كانت مشخصه على اساس انها عندها تكيس المبايض، بصح جامي دارت التحاليل الهرمونيه الكامله اللي تسمح بالتشخيص تاع متلازمه تكيس المبايض. لانه كي تشوفي فليكوغرافيا يا مدام ويوروا لك هذوك لي كيس اللي كاينين بزاف صغار، ويقول لك بلي انت عندك تكيس المبايض، ما نقدروش نتحدثوا على متلازمه تكيس المبايض ونبداو التنشيط ونبداو بعض الادويه الا بعد ما نديروا لي زاناليز تاع الهرمونات اللي نحوا بهم كل التشخيصات الاخرى. للدواء تاعهم سهل جدا، خاصه المشكل تاع هرمون تاع الغده الدرقيه، ولا الهرمون تاع الغده الكظريه، ولا هرمون الحليب. لانه المراه هذه